اهلا بكم، معكم علاء فهمي من ايزي ميكس. والنهارده باذن الله هنتكلم عن موضوع مختلف شويه، ومحتوى مختلف شويه عن اللي احنا متعودين عنه. عاده احنا مثلا بنشرح بلجن او بنشرح طريقه معينه او تكنيك معين. النهارده هنتكلم كده عن قاعده من قواعد الانتاجيه، ازاي ان احنا نوظفها في المجال بتاعنا اللي هو هندسه الصوت او التوزيع الموسيقي. فحابب ان انا اشارك معاكم الفكره دي لانها مهمه جدا، وبلاقي ناس كتيره قوي مهووسه بحاجات كتيره مش مناسبه ليها. فخلينا خليني كده اتناقش معاكم في الفكره دي، وبرضو مستني ارائكم في الكومنتس تحت، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، ونتناقش مع بعض كده في الفكرة دي. المبدأ ده أو الفكرة دي معروفة في عالم الإنتاجية عموما، يعني في أي مجال، وهي فكرة 80-20. فكرة 80-20 هي فكرة بسيطة جدا، بتقول إن 20% من المجهود مسؤول عن 80% من النتائج، وإن 80% من المجهود مسؤول عن 20% الباقيين من النتائج. يعني احنا عندنا 100% من النتائج، او احنا عندنا البروسيس بتاعتنا او الحاجه اللي بنعملها 100%. فاحنا عندنا بتتقسم ل 20% وال 80%. ال 80% اللي هم في الاول دول، اللي هم يعني معظم الشغل او التوتال او الشكل المقبول يعني. وفي 20% اللي هم بتوع المحترفين، اللي هم البرو بقى، الحاجه اللي هي تبقى ما فيهاش غلطه. طيب، تعال نطبق بقى الكلام ده مثلا على مجال هندسه الصوت. فايه ال 20% في هندسه الصوت وايه ال 80% في هندسه الصوت؟ يعني ايه ال 20% من العلم اللي يطلعوا لي 80% من النتائج، وايه ال 80% من العلم في هندسه الصوت اللي يطلعوا لي ال 20% الباقيين من النتائج؟ في الحقيقه مجال هندسه الصوت مجال كبير جدا، ومحتاج منك، لو انت عشان تكون محترف يعني فيه، محتاج منك وقت كبير جدا تستثمره في العلم ده. سواء انت بقى اتعلمت في معهد او في كلية، او خدت كورسات او اعتمدت على نفسك. في كل الحالات انت هتمر بمرحلة كبيرة جدا، فيها مراحل مختلفة وفيها علوم متشعبة، ما بين الهاردوير وما بين السوفت وير وما بين الفيزيكس. يعني العلم نفسه بتاع هندسة الصوت اللي مرتبط بحاجات كتيرة زي الفيزيكس وزي الرياضة وزي الاكوستكس. يعني موضوع هندسة الصوت ده متشعب قوي وليه فروع كمان كتيرة، في الميكسنج، في الماسترنج، في اللايف، في حاجات كتيرة في هندسة الصوت، في الايديتنج، في التيوننج. ففي حاجات كتيرة جدا جدا جدا. عشان تكون محترف فانت محتاج تتعلم الحاجات دي اللي هتاخد منك سنين طويلة جدا من التعلم والممارسة عشان تكتسب الخبرة. طيب، نرجع لموضوعنا. ايه ال 20% اللي لو انا اتعلمتهم في هندسة الصوت يساعدوني ان انا اطلع 80% من الشغل؟ ايه اللي انت محتاجه؟ المينيمم، اقل حاجة. اول حاجة طبعا محتاج جهاز لابتوب او كمبيوتر بإمكانيات مش كبيرة قوي. يعني مثلا الرامات ممكن 8 جيجا رام، أو ممكن 4 كمان يمشوا الحال شغال لو أنت بتسجل حاجات مثلا حاجات مثلا اللي هي الفويس اوفر، قرآن، حاجات بسيطة يعني. ممكن 4 جيجا رام ممكن يمشوا معاك يعني، وإن كان مش يعني لو 8 يبقى أحسن. ده جيجا رام يعني. جهاز كور اي 5 جيل خامس مثلا ولا حاجة، ولا جيل 7، يمشي معاك الدنيا برضو شغال. مثلا لو هارد يستحسن مثلا هارد جيجا مثلا ولا حاجه. يعني دي الايه المينيمم بتاعك في الهاردوير. ومحتاج باندل مثلا، اللي هي اي باندل من اي شركه، ام اوديو، فوكس رايت، اي حاجه من الباندلز اللي هي البسيطه دي. تقدر بالسيت اب البسيط جدا ده تقدر تبدا وتطلع 80% من النتائج. معقول؟ معقول. ده بالنسبه للهاردوير او الشق الخاص بالهاردوير. بس ده طبعا مش لوحده، انت لازم تقدر ان انت تشغل الحاجات دي. هتشغلها ازاي؟ تشغلها انك تقعد تذاكر، تعلم برامج، تعلم مش برامج، خلينا برضو احنا بنتكلم في ال 20%. تعلم برنامج واحد، استوديو 1، برو تولز، اوديسيتي، ادوب، اي برنامج بتاع صوت. مش يعني براحتك حسب بقى المجال بتاعك. في اي برنامج، انا طبعا ارشح استوديو 1، ده اللي انا شغال عليه حاليا. لكن اي برنامج هيأدي الغرض. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ ال 20% من العلم اللي يطلعوا لي 80% من النتائج. طيب ايه كمان؟
بالنسبة للعلم بقى أو الknowledge نفسها في هندسة الصوت، فأنت كل اللي محتاج تعرفه عن هندسة الصوت أو تفهم الأدوات الأول، تمام؟ إيه الأدوات؟ عندك مثلًا تعرف يعني إيه compressor، تعرف يعني إيه equalizer، تعرف يعني إيه reverb، يعني إيه delay، يعني إيه saturation، يعني إيه stereo image، يعني إيه leveling وبس. يعني دي الحاجات الأساسية خالص اللي أنت محتاج تفهمها. تعرف يعني إيه loudness مثلًا عشان وليميتنج أو limiter عشان بس إيه تضبّط الloudness النهائي بتاع الإيه، بتاع المنتج بتاعك. فدي أساسيات بسيطة جدًا مسؤولة عن 80% من النتايج، تمام؟ تتعلم طبعًا إزاي تسجّل، تاخد take صوت كويس، تشيل الnoise، تعمل editing. الحاجات دي كلّها إيه، يعني هتلاقي نفسك إزاي تقطع، إزاي تعمل حاجات إيه، بدائية يعني. فدي ال20% من هندسة الصوت، و20% إحنا اتفقنا إن هندسة الصوت حاجة كبيرة، علم واسع أوي. فال20% من الحاجة الكبيرة ده برضه كمية مش قليلة، عشان ما تفتكرش إن الموضوع بسيط وسهل، لأ. الموضوع محتاج مثلًا وقت محترم إنك تقعد تفهمه وتجربه. يعني بنتكلم مثلًا في 3 شهور، بنتكلم في 5 شهور، في 6 شهور. دي المدة اللي تقدر فعلًا تتعلم فيها ال20% دول، وتقدر يعني التعلم مع التدريب يعني بنتكلم من 3 ل6 شهور كده. ده الrange مثلًا اللي يخلّيك تقدر تطلّع ال80% من النتايج. يبقى إحنا كده حددنا الminimum بتاع الhardware، الminimum بتاع الknowledge نفسها، أو أقل حاجة من الأجهزة اللي تقدر تستخدمها، أقل حاجة من العلم اللي أنت محتاج تتعلمه في هندسة الصوت عشان تطلّع نتايج. طيب، يبقى إحنا قُلنا أنت لو عرفت الحاجات دي مع ذوقك الشخصي، يعني لازم تكون أنت أصلًا موهوب، دي في أي حاجة. يعني أي حاجة أنت بتعملها لو أنت بتشتغل مونتاج، فأنت لازم الأول تكون موهوب، عندك ذوق. فدي حاجة أنا يعني ما فيش حد يقدر يعلمها لك، ولا أنا ولا غيري. أنت يا موهوب يا مش موهوب، يا ودنك حلوة يا مش ودنك حلوة. لو أنت ما لكش علاقة بالمجال أصلًا وجاي عايز تتعلم هندسة صوت عشان مثلًا فيها فلوس كتير، فهتتعلمها إزاي؟ ما أنت أنت مش موهوب في الحتة دي. فهي الموهبة دي طبعًا مفروغ منها أو مش محتاجين نتكلم عنها يعني. ولكن أنا باتكلم عن واحد في المجال، واحد موهوب، واحد بيسعى إن هو يخش الحتة دي لإن هو بيحبها وعايز يتطور فيها. ف ف فدي الفكرة العامة اللي أنا باتكلم عنها، إن 20% من العلم مسؤول عن 80% من النتايج. فأنت مش محتاج بقى إنك تقعد تتعلم كل حاجة في هندسة الصوت، ده رقم 1. وطبعًا هندسة الصوت مجال فعلًا مجال صعب وفيه تفاصيل كتيرة جدًا. وكل حاجة من دول بقى، يعني مثلًا نتكلم عن الreverb، فأنت في عمق بقى، في أنواع للreverb، في أجهزة، في حاجات الEQ، في برضه أنواع، في أجهزة، في تكنيكات بالعمق بقى. بس دي الحاجات بقى اللي إيه، ال20% الباقيين. أنت مش محتاج تتعلمهم في البداية. أنت في بداية رحلتك في تعلم أي حاجة سواء التوزيع أو هندسة الصوت، بس أنا باتكلم عن هندسة الصوت خصوصًا في الحلقة دي يعني، أو في الفيديو ده باتكلم عن هندسة الصوت. فأنت كل اللي أنت محتاجه الحاجات اللي أنا قُلتها لك دي، تتعلم الأساسيات وتبدأ تشتغل على طول، تمام؟ لو أنت عملت الحاجات أو وفّرت الأدوات اللي أنا قُلت لك عليها، واتعلمت الأدوات اللي أنا قُلت لك عليها، وبدأت تحطها في الأكشن أو إنك أنت تبدأ تطبّق، طبعًا مش هتطلّع نتايج من أول مرّة، هتقعد حبّة وقت على ما تطلع. هتطلّع نتيجة وتعدّل عليها، وتعدّل عليها، وتعدّل عليها، مرّة في مرّة في مرّة. بنتكلم في حوالي مثلًا 6 شهور والّا حاجة، من 3 ل6 شهور. دي يعني دي فترة أنا باقترحها يعني، ممكن تكون تختلف من شخص للتاني. بس أنا كstart point كده من 3 ل6 شهور، لو ركّزت تركيز تام على المجال ده تقدر تطلّع نتايج ممتازة اللي هي 80% من النتايج. إلا لو حد اللي لو معظم الناس سمعت العمل بتاعك، هتقول إن هو عمل مقبول وحلو وجميل وكده، وما فيهوش أخطاء. طيب، في ناس بقى عندها مش طبعًا الفيديو اللي طبعًا أنا باقول الكلام ده ليه، أو الفيديو ده موجه لمين؟ للناس اللي مهووسة ب يعني في أنواع كتيرة بقى من الناس. في ناس مهووسة بالأجهزة وبالhardware. في حد معتقد إن هو لازم يجيب المايك أبو $5000 عشان يقدر يطلع بالنتيجة دي، لازم أجيب مش عارف السماعة اللي مش عارف بكام عشان أقدر أطلّع النتيجة دي، لازم أعمل معالجة للأوضة بتاعتي بأعلى الإمكانيات، وأجيب حد مش عارف من برّه يعملها لي. فهو الموضوع هاصل يعني في levels كتيرة أوي. بس أنا باتكلم إن إيه، إن كل ده في ال20%. وال20% أنا مش باقول إن هم قليلين. ال20% لمّا نجيب عمل تقييمه 80% وعمل مكتمل تقييمه 100%، هالاحظ في فرق. ال20% دول فرق بين الاتنين. ولكن
هل أنت كمبتدئ ولسه داخل المجال يعني هتقعد تستنى السنين دي كلها وإنك تجمع الفلوس دي كلها وتجيب الإمكانيات دي كلها عشان تطلع نتيجة؟ لأ، أنت تقدر تبدأ تتعلم وتبدأ وتطلع شغل في خلال فترة قصيرة، ومع الوقت بنبدأ نطور واحدة واحدة، سواء كانت المعرفة سواء كانت الأجهزة، الحاجات دي مع الوقت بتطورها وبتزودها. ما بتقعدش تعقد في نفسك من الأول إنك عايز تتعلم كل حاجة في الأول عشان تبدأ تشتغل. لأ، أنت عشان تبدأ تشتغل محتاج تتعلم 20% بس من العلم ده، وما تدخلش نفسك في تفاصيل زيادة عن اللزوم في البداية. بعد كده ابقى خش براحتك وتعلم براحتك. وانا مش بقول لحد اكتفي بال20%، وال20% مش كفاية عشان تقدر تستمر في المجال. لكن انا مش بتكلم انك تبدأ انك تستمر وتبقى رقم واحد بال20%، لا، انا بتكلم انك تعمل شغل مسموع مقبول. تمام. طيب طيب هل بقى بعد ما اتعلمت ال20% وطلعت 80% من النتائج، هل ده كفاية؟ والله بقى دي بقى حاجة بترجع لك انت، ترجع حسب هدفك من الموضوع. في حد طبيعة شغله ان هو يعني مش طموحه ان هو يتعامل مع مثلا سوبر ستار، او ان هو يتعامل او يعمل اعمال بروفيشنال او كده. هو كل اللي عايزه ان هو مثلا يسجل لنفسه قرآن في البيت، كل اللي عايزه ان هو يتعلم يعمل لنفسه الفويس اوفر، ايا كان يعني الحاجات اللي زي كده. انت مش محتاج كل الحاجات دي. وان كان ان انت لو جبت الحاجات دي وتعلمت بقيه ال20% دول هيطوروا شغلك وهينقلوه في حته تانية. ولكن انا بتكلم كبدايه رحلتك. احنا محتاجين نطلع الاول ال80% ونثبتهم، نثبت المستوى ده، وبعدين نبدا نطور عليه ونزوده واحده واحده. لكن ما تستناش لحد ما تتعلم ال 80% بقى الباقيين دول عشان توصل ل 20% من النتائج. 80%. بص بقى، يعني احنا قلنا مثلا ال 20% هم الاساسيات اللي هي الكمبريسور والايكولايزر والريفيرب الاساسيات. ازاي الكمبريسور، ايه هو الكمبريسور، ايه هو الثريشولد، ايه هو الاتاك، ايه هو الريليز، بس خلاص كده. مش محتاج اكتر من كده، وازاي بستخدمه خلاص. لكن انا مش من ال 20% مثلا ان انا اروح ادرس الانواع والاجهزه والكلام ده. الايكولايزر ايه هو، ازاي بستخدمه، بس نوع واحد اعرف استخدمه على الشغل بتاعي وشكرا. ده هيكون كافي جدا. دي ال20%. طب ال80% الباقيين دول ايه بقى؟ برضو عشان اللي عايز يعرف، 80% الباقيين دول بقى بحر واسع قوي، وياخد منك بقى سنين طويلة من التعلم. في كل حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي بحر واسع. نتكلم عن الايكولايزر مثلا، هتلاقي الايكولايزر لا، لما تحب بقى تتعمق وتدرس ال80% الباقيين دول، تلاقي ان الايكولايزر ده انواع واجهزه واشكال مختلفه، وكل جهاز ليه كاركتر، وكل بلجن ليه صوت، وتقعد بقى تدرس الفرق بين الصوت ده والصوت ده والصوت ده. فالموضوع محتاج وقت. ممكن تقعد عشان مثلا تذاكر بس الايكولايزر بس، ممكن تقعد 6 شهور لوحده كده، تقعد تعيش معاه كده 6 شهور عشان تتعلمه وتجربه وتسمعه، وودنك تقعد. خلي بالك، انت ممكن تتعلم المعلومة تمام، ولكن على ما تبدأ ودنك تسنك مع المعلومة دي بتاخد وقت. فاهم يعني انت ممكن تكون عارف المعلومة، يعني عارف يعني ايه كومبريسور وعارف ازاي تستخدمه، لكن لسه ودنك مش فاهمة ده، لسه ودنك مش مسنكة مع عقلك. انت فاكر ان انت فاهم، لكن في الحقيقة انت لسه ودنك لسه ما سنكتش مع عقلك. فدي بتاخد وقت، وخلي بالك من الحتة دي قوي. ممكن تبقى سمعت فيديو عن الايكولايزر وفهمت هو بيستخدم في ايه وكده وبتاع لكن هل بقى ودنك استوعبت الكلام ده؟ هل انت لما تيجي تشتغل ودنك بتقدر تطبق المعلومات دي؟ فدي بتاخد وقت على ما تبدأ، تسنك ودنك مع عقلك. فعشان كده دي بقى بتاخد حبة وقت كده، بالممارسة وبالخبرة وبالمرة في مرة الموضوع بيتطور معاك. تمسك الكمبريسور مثلا، تلاقي فيه بيزكس بتاعت الكمبريسور دي اللي انت محتاج تتعلمها في ال20%. لكن في ال80% لا، الموضوع بقى ايه، بقاش هزار. لا، ده موضوع فيه دراسة وفيه علم، في انواع للكمبريسور، الاوبتيكال كومبريسور والفيت كومبريسور وفي سي اي، وكل حاجة ليها استخدام، وكل حاجة ليها كاركتر وليها شغل، وفي تكنيكات، وازاي اظبط الداينامكس بين التراكات وفي الماسترنج بشكل عام،
وهكذا. فتلاقي الموضوع لأ فيه تفاصيل كتيرة أوي. تخش في الreverb تلاقي لأ ده فيه بقى ليلة تانية. في الأول ما فيش ليلة تانية، في الأول هو basics، بابدأ أعرف الأساسيات، الpre delay إيه هو، الdecay إيه هو، وخلاص، وأضبط الزمن مع الأغنية وخلاص، حسب ذوقي ومش مشكلة. يبقى كده دي ال20% اللي تطلّع لك 80% من النتايج. طب ال80% بقى من العلم اللي يكمّل لك ال20% الباقيين من النتايج، لأ ده تلاقي الreverb ده فيه أنواع بقى، في الplate reverb وفي الchamber reverb، في الconvolution reverb، وفي أجهزة وفي rooms وفي حاجات كتيرة جدًا، وكل حاجة ليها استخدام، وإزاي تضبط الreverb مع زمن الأغنية، وتفاصيل كتيرة جدًا، جدًا. الdelay كذلك، تلاقي الموضوع في الأول في ال20% بسيط، حبّة زراير وتضبط الزمن وعدد الناس عدد التكرارات اللي بتحصل وحاجات زي كده، حاجات بسيطة جدًا. تمام، في ال20% وتقدر تطلّع منها شغل ممتاز. عايز بقى تتعلّم ال80% الباقيين، فتلاقي الموضوع لأ، ده في حاجات في الdelay ده ليه أنواع، في delay بيحصل من الtabs، في delay بيحصل مثلًا من الأجهزة اللي هي الanalog اللي كانت زمان، فتلاقي في تفاصيل برضه تانية، وفي تكنيكات تانية. وتلاقي إن في برضه تيجي تدرس الأجهزة بتاع زمان تلاقي فيها حاجات كتيرة مختلفة، كل حاجة ليها شخصية، وتلاقي في عمق في الموضوع. فأنا نصيحتي ليك كواحد بيتعلم هندسة صوت في بداية رحلته، إنك أنت ما تاخدش الموضوع بشكل عميق، بشكل عمودي. يعني ما تمسكش مثلًا الإيكولايزر تقول أنا هاقعد أذاكر الإيكولايزر من أوله لآخره، وبعد كده أخش على الكمبريسور من أوله لآخره، وبعد كده أخش على الريفيرب من أوله لآخره، وبعد كده أبدأ أطبّق. هي دي طريقة ممكن تعملها، بس هتعطّلك، هتاخد وقت كبير جدًا عشان تقدر تطلّع نتايج. فأنا نصيحتي ليك أنت كمبتدئ، إنك أنت تاخد الموضوع بشكل سطحي جدًا في الأول، اللي هو تاخد ال80% بتاع الموضوع، يعني إيه equalizer، يعني إيه compressor، يعني إيه reverb، يعني إيه delay، يعني إيه، يعني إيه، يعني إيه، إزاي باستخدمهم، زراير كل حاجة وخلاص. والmastering آخد فكرة عن الموضوع وأعرف إزاي أضبط الموضوع بشكل عام من غير الدخول في تفاصيل، وأبدأ أجرّب مرّة و2 و3 وهكذا. وفي النهاية بقى إيه، خلاص أبدأ أطلّع شغل وأبدأ أطوّر على الشغل ده. بعد كده بقى بعد ما أبدأ أطلّع شغل وأبدأ إن أنا وصلت ل80% من النتايج، والناس بدأت تقول لي: "إيه ده ما شاء الله، أنت إزاي أنت عملت كده، وإزاي النتايج دي وصلت لها بسرعة وكده؟" تبدأ بقى إيه، لأ إحنا عايزين بقى حاجة أحسن من كده. طب إحنا عشان نعمل كده إيه، لأ ده أنا لازم أضبط مثلًا الacoustics بتاعة الroom بتاعتي. إن مثلًا كنت في الأول بتعتمد على الheadphone مثلًا، جايب headphone كويسة مثلًا، سمّاعك بشكل كويس، فقادر تشتغل وتطلّع ال80% من الشغل. بس أنا عايز أطلّع بقى شغل professional، ساعتها أقول لأ، ده أنا السماعات دي محتاج أجيب سماعات كبيرة تسمّعني الbass كويس، لأ ده أنا محتاج أعالج الأوضة عشان أقدر أسمع كويس، لأ ده أنا محتاج mic مثلًا من نوع معيّن عشان خاطر يدّيني quality تسجيل كويس، والcharacter بتاعته تكون كويسة. طب أنا محتاج preamp عشان إن أنا أزوّد الquality عندي والإشارة تبقى يعني high quality يعني وكده. طب أنا محتاج أستخدم plugins بتاعة UED مثلًا، وأجيب لها satellite بقى وأربط ده بده وأطلّع الquality بتاع الhardware. ال20% اللي هم الباقيين دول يرهقوك، يعني يتعبوك أوي، ويقعدوا سنين طويلة أوي على ما تحصّلهم وتفهمهم وتطبّقهم وكده. تمام. وأنت لازم يعني أنت لازم هتتعلّمه في وقت من الأوقات، بس مش في الأول يعني. أنا قصدي إنّك أنت ما تبقاش مهووس من أول رحلتك إنّك أنت عايز تعمل كل ده من البداية. لو عندك إمكانية يا سيدي اعمل، مش مشكلة. لو أنت معاك ملايين، خلاص هات يا سيدي أحسن استوديو في العالم، و واتعلّم على إيد أحسن مهندسين الصوت، واشتغل، ما حدش قال لك لأ. بس معظم الناس مش كده، معظم الناس لسّه بتبدأ، معظم الناس لسّه إمكانياتها بسيطة. ف فيعني خلّيك رفقًا بنَفْسك، والموضوع مش، خلّيك بسيط في كل حاجة، وخلّيك بسيط في التعلُّم، وخلّيك بسيط في شغلك، ما توتّرش نَفْسك. يعني الموضوع مش خناقة، والموضوع لازم ياخُد وقته. طيب آخِر حاجة بقى قبل ما أقفل الفيديو ده، هل أقدر أكتفي ب20% من اللي أنا باتكلّم عنهم دول؟ يعني أنا أقدر أقول مثلًا خلاص أنا اتعلّمت 20%، باطلّع 80% من النتايج وخلاص، مش هاذاكر بقى تاني وأنا شغّال. والله أوكي، يعني تمام، ما دام أنت مبسوط ومطلّع شغل والموضوع جايب لك الدخل اللي أنت متوقعه، فتمام خلّيك زي ما أنت. بس خلّي بالك إنك أنت عمرك ما تقدر تنافس بال20% دول، مش هتقدر تنافس بال20% من العلم،
لإن في ناس تانية عندها 30 و50% وعندها 70% و80%، وفي ناس تانية يعني محترفين عندهم 90 و100% يعني فاهم؟ فأنت هتنافس مع دول إزاي؟ يعني الشخص المطرب المحترف أو المنتج أو شركة الإنتاج مثلًا عشان تيجي تتعامل معاك أنت، هتتعامل معاك أنت ليه؟ ما أنت هتخش لمّا تيجي تخش في الA class بقى إن أنت عايز تتعامل مع النجوم، فأنت لازم هتنافس ناس تانية عندها أجهزة، عندها يعني غرف مجهزة بشكل أفضل، عندها خبرة، فأنت عشان تنافس مع الناس دي لأ، أنت محتاج تتعب، محتاج تقعد تتعلم كل حاجة، تقعد تجرب كل حاجة، تقعد تكوّن شخصيتك وودنك، مش تقدر تكتفي بال80% وتنافس ناس بقى لها سنين وعندها خبرة وعندها إمكانيات وعندها CV كويس وهكذا. فلأ، فهي أنا مش قصدي إنك أنت تكتفي بال20%، ولكن قصدي إنك أنت في البداية اكتفي بال20% وطلّع نتايج واشتغل، ولو حسيت إنك أنت عايز تعلى بالlevel شوية، تبدأ بقى تطوّر من نفسك، تبدأ تتعلم أكتر، وتدّي لنفسك وقت عشان تتعلم، لإن الموضوع بياخد وقت كبير على ما تتعلم وعلى ما ودنك تتعلم. أنا دايمًا يعني أنا عايز أأكد على المعلومة دي، إن في فرق بين الدماغ والودن في هندسة الصوت، في فرق بين المعلومة إنك أنت تفهمها بدماغك، وإن ودنك تستوعبها. في lag كده، في delay هيحصل معاك، الdelay ده أنا ما أعرفش ممكن يكون بيختلف من واحد للتاني، يعني أنت ممكن تفهم المعلومة النهارده وعلى ما ودنك تستوعبها تقعد سنة، يعني بعد سنة تبدأ ودنك تستوعبها، ممكن تقعد بقى أنت فاهم الcompressor ومش عارف إيه، بس على ودنك بقى تستوعب ده عشان أضبط الdynamics، بس أنا عايز أحافظ على الdynamics في نفس الوقت، بس في نفس الوقت عايز أخلّيها stable، فتلاقي ودنك بقى إيه، بدأت تفهم الموضوع، ممكن بعد شهر، ممكن من أول مرّة، ممكن بعد سنة، دي حاجة بقى ترجع من شخص للتاني، وده في كل حاجة. أنت في الأول كده بتسمع الreverb كلّه زي بعضه. بعد كده بقى على ما ودنك تبدأ تميّز بقى الcolor بتاع ده، الreverb ده من الreverb ده من الreverb ده، فالموضوع بقى إيه، يعني الموضوع بياخد وقت كبير ومحتاج صبر يعني، ومحتاج إنّك أنت تقعد مستمر ومكمّل في رحلتك وما تيأسش يعني. بس عشان كده أنا باقول لك ما تقعدش بقى تدرس، 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 تدرس وأنت لسه معاكش الأساسيات، يعني ادرس الأول الأساسيات وافهمها وطبّق وطلّع شغل، وبعد كده ابدأ طوّر على الأساسيات دي. بس ده كان كل حاجة مرتبطة بالفكرة دي، أعتقد ما فيش حاجة تانية محتاجين نقولها، دي كل حاجة مرتبطة مبدأ ال20/80 في هندسة الصوت. هي فكرة مجرد فكرة يعني باقولها، حُطّها في دماغك كده وخلّيها في الbackground عندك أنت وشغّال، و وأعتقد إن هي هتفرق معاك كتير أوي في حياتك أو في رحلتك في التعلُّم في رحلة هندسة الصوت. دي كانت حلقة النهارده، شكرًا ليكم، كان معاكم علاء فهمي من easy mix، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتشتركوا في قناة التليجرام، اللينك بتاعها في الdescription، وصفحة easy mix على الفيسبوك.